السلام عليكم تعالى وبركاته. معكم قناة حدث يروى. موضوعنا اليوم عن المغرب الذي أحدث ضجة في عالم السوشيال ميديا حتى عالميا. عندما تجاهل المغرب الشهرة بدأت هي تبحث عنه. في مباراة جمعت المنتخب المغربي مع نظيره المنتخب البرازيلي، كان الجميع منشغلا بما يجري فوق أرضية الملعب، لكن هناك حدث آخر في المدرجات لفت انتباه الكثيرين. جلس شاب مغربي بجانب مؤثرة برازيلية مشهورة يتابعها الملايين عبر العالم، لكنه لم يكن يعلم من تكون أصلا. تعامل معها بعفوية كاملة دون تصنع أو مبالغة أو محاولة للفت الانتباه. كان تركيزه على المباراة وعلى تشجيع منتخب بلاده بكل روح رياضية. عندما سجل المغرب هدفا فرح كما يفرح أي عاشق لوطنه، وعندما سجلت البرازيل هدفا ابتسم واحترم المنافس، لأن كرة القدم بالنسبة إليه متعة وأخلاق قبل أن تكون انتصارا أو هزيمة. هذا التصرف البسيط والعفوي كان كافيا ليشد انتباه المؤثرة البرازيلية أكثر من أي استعراض أو محاولة للتقرب منها. ففي عالم اعتاد فيه المشاهير على ملاحقة الناس لهم، وجدت نفسها أمام شاب يتعامل معها كإنسانة عادية لا أكثر ولا أقل. لم يسأل عن عدد متابعيها، ولم يطلب صورة تذكارية معها، ولم يحاول استغلال شهرتها. وهنا بدأ الفضول يتسلل إليها، وبدأت تتساءل: من يكون هذا الشاب الذي لا تشغله الأضواء؟ إنها العفوية المغربية التي يعرفها كل من احتك بالمغاربة عن قرب. شعب يحب الخير للناس، يحسن الظن بمن حوله، ويتعامل بطبيعته وعفويته دون أقنعة. لذلك ليس غريبا أن يترك المغرب أثرا جميلا في نفوس من يلتقون به ولو للحظات. وأحيانا يكون أكثر ما يجذب الناس إليك هو أنك لا تحاول جذبهم أصلا. وفي الختام لا تبخل بالاشتراك في القناة وضغط لايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.